السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شوكولاتة حلوة جدا. خامتها نضيفة جدا جدا وسهلة وما فيهاش مقادير، وان شاء الله تعجبكم. لأول مرة تشوفونا أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين، وجزاكم الله كل خير. ده حوالي ربع كيلو شوكولاتة. شوكولاتة خام. دي جولدن باك، تقدري تستخدمي دريم، تقدري تستخدمي أي نوع شوكولاتة تحبيه. هاحط عليه حوالي نص كوباية لبن مكثف محلى. ده أنا عاملاه في البيت، وهانزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. خلاص. وهاحطهم على النار، هامشيهم كده على النار لحد ما بتبتدي الشوكولاتة تسيح معايا. تمام. وبعدين هابتدي بقى إن أنا أحركها علشان خاطر تفك معايا. ده قارب حطيت فيه كيس سندوتشات عادي خالص، أو قوارب السيليكون دي لو موجودة عندكم، اللي هي على شكل وردات، قلوب، أي شكل. دي أو دي برضو عشان تقدمها بشكل حلو. خلاص. وبجيب الشوكولاتة كده أحرك فيها لحد ما تفك معايا تماما، وتبقى بالقوام الجميل ده زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا. وطبعا مش بحط سكر ولا أي حاجة، بعتمد على السكر الموجود في اللبن المكثف. تمام بالشكل ده. وابتدي بقى انزل بيها في اي قارب او اسطمبة او صينية او اي حاجة عندك، او بولة حتى. هنزل بيها بالشكل ده. شايفين ده القوام بتاعها جميل جدا. دي هعملها بمكسرات عشان خاطر اللي ما بيحبش مكسرات. وهبتدي احط في القلوب والوردات التانية الاشكال التانية. خلاص عملت ضغطتها بالشكل ده، حطيت عليها المكسرات، وهغطيها كده واحطها في الفريزر او في التلاجة لحد ما تمسك معايا. خلاص. ودي الوردات والقلوب. ده شكلها بعد ما مسكت. شكلها تحفة. تتقدم كده في علبة بغطا، او تتحط في ورق تغليف الشوكولاتة اللي هو المذهب او الفضي ده. يبقى شكلها تحفة جدا، تقدميها قدام الضيوف او الولاد بتبقى تحفة جدا ما شاء الله عليها. واللي شايفين الوردات اهي، او القلوب، او التانية اللي هي في القارب دي هقطعها عادي خالص قطع كده عشوائية حسب الحجم او حسب الرغبة. يبقى عملنا في القوارب اللي هي بتاعة السيليكون ديت، لو موجودة عندك هتعملي فيها عادي، او ما عندكيش هتعملي في اي اسطمبة عندك، اي علبة، اي طبق، اي شكل انت عايزاه، وليكن شكل مستطيل مربع كده، وقطعتها. وده بنقدمها بالشكل ده، بتبقى جميلة جدا. طعمها تحفة، ناعمة جدا. من نوعية الشوكولاتة الفاخرة اللي هي تحسي فعلا ان هي مش بتلزق في سقف البق كده، لا بتدوب، تحسي ان هي بتدوب كده، وطعمها فعلا نقي كده، وطعمها حلو جدا. ان شاء الله هتعجبكم. يا رب تكون حلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.